اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من كريز كوره. نادي الزمالك بيخسر من وادي دجله بهدفين مقابل هدف في مباراه عجيبه غريبه. نادي الزمالك بيتقدم بالخطا من مدافع وادي دجله ويحرز الهدف الاول في مرمى وادي دجله، ثم يعود وادي دجله ويتألق ويتعادل، ثم يتقدم على نادي الزمالك في اقل من 10 دقائق في الدقيقه 60 والدقيقه 67. نادي الزمالك بيخسر 3 نقاط في موجودين في جيبه. النادي الاهلي امبارح عطاله 3 نقط ونادي الزمالك المفروض يحافظ عليهم. لا، نادي الزمالك ازاي يا صاحبي؟ والله ما تقدم عليك ابدا. والله يا عم نادي الزمالك ده نادي جميل ونادي دايما مفرحنا ومخلينا مبسوطين. يعني احنا نزعل على خسارتنا وهو بيجي يروق علينا برضه. يعني نادي الزمالك ده بيقول لك العين ما تعلاش على الحاجب ابدا. كل ما الاهلي يتعثر الزمالك لازم يعمل الواجب مع الاهلي ويتعثر زيه. كل ما الاهلي يخسر نادي الزمالك بيعمل السليمه وبرضه يخسر زي الاهلي. ازاي؟ ما ينفعش. ما ينفعش اخويا الكبير يبقى مضروب وخسران وانا اخسر زي الاهلي. مش المشكله. المشكله ان نادي الزمالك فعلا عنده المشكله دي على مر التاريخ. نادي الزمالك ما بيعرفش يستغل الفرصه. يعني وانت حلو تكسب وانت وحش تكسب. يا سيدي على الاقل ما تكسبش بس العب كوره راخر. العب كوره انت كمان. انت ما بتأديش. نادي الزمالك النهارده ما جاش ولا صفقه فيها توحد الله. يعني ولا الفينا بيلعب فردي، شيكو بنزا بيلعب فردي، ناصر ماهر بيلعب فردي، عبد الله السعيد بيلعب فردي، كل التيم بيلعب فردي. فانت كزمالك لو عايز تاخد بطوله الدوري لازم مدرب يكون بيلعب جماعي اكتر. لازم اللعيبه تحس بالمسؤوليه. مفيش روح، مفيش جرينتا. نفس الكلام اللي قلته على الاهلي امبارح. مفيش عزيمه ان انت عايز تكسب وعايز تاخد بطوله الدوري المصري. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. الحاجه الوحيده اللي بتفرحه هي تعثر الاهلي. وبالمناسبه النادي الاهلي ما بتعثرش كتير جدا، والنادي الاهلي لما بيقع ليه 1000 قومه. يعني نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ما بيلحقش يفرح بوقعان الاهلي كتير. انما انا بقى انا كاهلي وكمشجع اهلاوي والله بفرح كتير جدا. بفرح بوقعانك وبفرح في هزيمتك وانكساراتك وبفرح ببطولاتي وبتاريخي وانجازاتي وباهدافي وبلاعبتي وكلام المسؤولين عن النادي الاهلي في كل المحافل الدوليه. ده الفرق بين الاهلي والزمالك. نادي الزمالك بيخسر 3 نقط ويرجع المنافسه تاني بين الاهلي والزمالك بقت قريبه، عكس الكلام اللي احمد شوبير قاله. وقال لك ده المنافسه ممكن تبقى صعبه ولكن الكرة في الملعب. والدوري السنة دي في ميكس غريب جدا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز. فالموضوع كله فيه شوية ضحك وشوية حاجات غير متوقعة. هي الدوري المصري ممتع عشان الحاجات دي. العشوائيات اللي فيه دي والله ممتعة. في كرة القدم ممتعة. ما تعرفش تتوقع النهاردة الأهلي هيكسب، الزمالك هيخسر، بيراميدز هيعمل ايه. ما تعرفش. الدوري المصري جميل بس نتمنى ان يكون فيه دايما التحكيم، لان التحكيم جزء رئيسي ومهم جدا في لعب كرة القدم وخصوصا في الدوري المصري. نتمنى يكون للتوفيق للأندية المصرية في بطولة الدوري المصري، ونتمنى في بطولة افريقيا ان شاء الله كل الفرق المشاركة تعمل اداء جيد، وان شاء الله في النهاية النادي الاهلي يفوز بيها. كل الناس ومن حقي انا كمشجع اهلاوي ان دايما اقول ان النادي الاهلي عايز ابقى بطل في كل حاجه، وهي دي الحقيقه. مفيش فريق في القاره يقدر ينافس النادي الاهلي على اي حاجه.